هاي ازيكم. الريفيو اللي معانا النهارده عن المسلسل المثير للجدل بطن الحوت. بطن الحوت مسلسل عمل أزمة في الفترة الأخيرة وقبل ما يتعرض كمان، بس الأول خليني أقول لكم إن المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، والجملة دي بتخلي الناس وهي بتتفرج على المسلسل متحمسة جدا. مسلسل بطن الحوت عبارة عن 15 حلقة وبيتعرض على شاهد. لحد دلوقتي نزل 5 حلقات، كل يوم 4 بيتعرض حلقتين. تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وطبعا من بطولة كتير جدا من النجوم: محمد فراج، باسم سمرة، سماح أنور، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، بسمة، وحسام الحسيني. لكن كان في ممثل شاب اسمه عصام عمر. الممثل ده بيمثل طبيعي جدا، تحس فعلا إنه واحد من المنطقة دي. الممثل ده اللي كان بطل مسلسل بالطو واللي اتعرض على واتشت. دليل على ان بطن الحوت مسلسل قوي، ففي كتير من النجوم شاركوا فيه بس ظهروا في مشاهد بسيطه جدا، زي مثلا امينه خليل اللي ظهرت في مشهد تقريبا 3 دقائق بس، واحمد داش اللي ظهر في اول حلقه من المسلسل وبرده المشهد كان تقريبا 3 دقائق. كمان احمد فهمي ظهر في حلقات بسيطه جدا. مسلسل بطن الحوت قصته باختصار عشان ما احرقوش لاي حد لسه ما شافوش، بيتكلم عن تجاره المخدرات في مصر في اول فتره الالفينيات والصراع ما بين تجار المخدرات في الفتره دي. خليني اقول لكم تقييمي لمسلسل بطن الحوت. طبعا السيناريو والحوار اكتر من رائع لمحمد بركات، كمان تمثيل الممثلين طبيعي جدا وده اللي ادى قوه للمسلسل. بس في حاجه في الاخراج ممكن كلكم تلاحظوها، وان الكاميرا تحس انها مهزوزه شويه. لو دي مقصوده من المخرج عاوزه اقول له ان المشاهد عينيه وجعته. اما الموسيقى التصويريه لخالد الجبري كانت كويسه جدا، وتتر المقدمه غنته جهاد حسام الدين. لكن لاحظت برضو في الموسيقى ان هي شبه جدا ستايل موسيقى وتتر البدايه لمسلسل سفاح الجيزه اللي اتفرج عليه. مشكله مسلسل بطن الحوت فكانت بسبب ان نقابه المهن التمثيليه قالت ان هي هتغرم الشركه المنتجه، وكمان ايقاف مخرج المسلسل بسبب انه استعان بشخص اسمه كروان مشاكل، وهو شخص بيظهر على السوشيال ميديا من غير ما يكون معاه تصريح تمثيلي. رجعت بعد كده شعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية وقالوا إن هم متضايقين جدا من قرارات نقابة المهن التمثيلية، ومتضامنين جدا مع زميلهم المخرج أحمد فوزي صالح، وقالوا إن من حقه إنه يختار أي حد في فريق العمل طالما الشركة المنتجة معها كل التصاريح الكافية. عايزة أقول لكم تقييمي لمسلسل بطن الحوت في ال5 حلقات اللي اتعرضوا لحد دلوقتي إنه مسلسل قوي جدا، وسبب قوته الأداء الطبيعي للممثلين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويا ريت تفعلوا الجرس.